الرجال ارجوكم حبسوا. بالنسبه للبلان ديال داك الدري اليوتيوبر اللي ما غاديش نذكر الاسم ديالو احتراما للاهل ديالو والام ديالو ووالديه وكلشي، حيت هما فريمون الرجال عائلته ما باغينش هذا الشيء يتبارطاجا وما باغينش هذا الشيء يوقع لولدهم اليوتيوبر اللي عارفينه كاملين، ماش نذكر الاسم ديالو. الصراحه الرجال الموضوع هذا ما كنتش باغي ندوي عليه نهائيا، واخا جاوني الملايين ديال الميساجات والالاف ديال الميساجات في الانستغرام وفي فيسبوك وفي كلشي. خويا كفيلو راه عطينا الراي ديالك وشنو بالك في داكشي اللي وقع ليه. كان بامكاني البارح ندير عليه فيديو وندير لها ثاني اليوم فيديو ونطلع فوق الموجه، ولكن الحشومه كاين شي ناس تيحللوا اللي بغاو وتيقولوا اللي بغاو وتيقولوا بانه السيد خرجوا عليه الجنون وخرجوا عليه الديور مهجوري اللي كتمشي ليهم وخرجوا عليه وخرجوا عليه. وكاين واحد اخر تيقول لك لا راه كلمه وظفر، لا راه كلا توكال، لا راه دار هادشي. شوف في كلتا الحالتين كيتعتبر الدري القلم ديالو مرفوع وما عارف شنو كيدير. من بعد ما كنت واحد الشخص تيصاني محتوى تبارك الله وواصل في اليوتيوب وقديم في اليوتيوب من 2017 و2016 لواحد الشخص اللي ما بقاش عارف شنو كيدير، بطبيعه الحال ما غاديش تقبل بهذه العيشه هادي، فحط راسك بلاصتو هو، ومن غير هادشي كامل حط بلاصتك بلاصه والديه وعائلته، حيت هما الرجال تيطلبوكم وتيطلبوا كاع الناس اللي دايرين فيديوهات على داك السيد ولا داك الدري اليوتيوبر يمسحوهم. الدنيا راه غداره، اقسم بالله راه ما تعرف شنو يوقع لك، وانا براسي بقيت خايف اللي يوقع ليا بحالو، فهمتي؟ ما تعرف شنو يوقع. حنا راه عارفين شنو واقع ليه وكنا شفنا الفيديو ديالو هو اللي تداول في الزنقه. صافي الله يجعل شي بركه. ستوب الرجال، ستوب، ما باقيش تبارطاجيو. راه الام ديالو اللي قالت لكم حبسوا هذا الشيء، راه الدري مريض نفسي، ما تزيدوش تمرضوه اكثر. الرجوله ما حبسوا من البارطاج وما تبقاش تبارطاجيو احتراما للاهل ديالو لوالديه وكل الناس اللي قرابين ليه. كيف ما لاحظتوا انا في الفيديو كامل ما ذكرت سميتو احتراما ليه واحتراما للاهل ديالو، وهكا غنكون وصلت الميساج ديالي ووصلت الفكره ديالي بواحد الطريقه غير مباشره وفي نفس الوقت مفهومه. الام ديالو بنفسها خرجت واحد الكومونتير في يوتيوب وقالت لكم الله يرحم الوالدين حبسوا البارطاج ديال الفيديو، الدري راه مريض نفسيا، راه كتخيبوا صورته مع عائلته وكلشي، وبصحيت راه كتخيبوا صورته مع عائلته. وكنا بقى في هذاك العزاوي، الله يشافي والله يشافي جميع خوتنا المسلمين اللي مساكن تغدروا. وشوف الله ياخذ الحق في اللي كان السبب، اقسم بالله، حيت رزوي وداخل سوق راسو كيقدم محتوى زوين من اكبر صناع محتوى في المغرب، وقعت هذيك الحاله راه بزاف. هادشي كامل اللي وقع ماشي غير الفرجه فقط وانما للعبره، وانكم تاخذوا حذر كبير وما تبقاوش تخرفوا وتخرجوا شي هضره من بالكم انه السيد راه كلا شي حاجه ولا السيد كما شي حاجه ولا السيد خرجوا عليه جنون وحالته علم بها غير الله سبحانه وتعالى وهو بنفسه فقط. بصراحه راه ضرنا في خاطرنا كاملين وتضامننا معاه كاملين وكلنا حنا واقفين معاه. ان شاء الله سمعوا ليه شي اخبار زوينه، وغادي نختمها بواحد الجمله الرجال كتبوها لي في لي كومونتير باش نشوفكم في لي كومونتير كاملين. سبحان ربي بحمده، سبحان ربي العظيم 3 مرات. ما بغيت لا لايك لا ابوني لا والو، بغيتكم غير توقفوا البارطاج، راه حنا كنا عارفين شنو واقع عليه وكنا شفنا شنو كاين. كان معكم قصير لورو كيف العاده، تعيش ام 3 فور لايف.